سادة الحضور، اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا وسهلا بكم في متحفكم المتحف المتجول الثقافي. المتحف مثل ما تعرفون مفتوح على كل الفقرات الفنية والاجتماعية والسياسية. اليوم واحدة من الفقرات المهمة الاجتماعية اللي لها حضور ومؤثر في بنية المشهد الاجتماعي العراقي هي عشائرنا الكريمة العراقية صمام الأمان والحاضرة في كل المجالات. اليوم استحضرنا عشيرة بني رشاب التغلبية اللي الشيخ المرحوم الشيخ مزعل الحميدة وشيخنا العزيز اللي قدم هالوثائق قدموا لنا مجموعة من الوثائق اللي تخص ثورة العشرين والمرجعية، وهذه رسالة إلى كل العشائر العراقية وإلى كل عائلة عراقية تمتلك بعض الوثائق. احنا عندنا فقرة عن العشائر وعن الشخصيات العراقية اللي وفرها الأستاذ هاشم طراد، وعندنا 50 فقرة واحدة من ضمنهم تطرقنا إلى هذا الموضوع. فباسم المتحف المتجول وباسم الأستاذ هاشم طراد وباسم الكادر نشكر عشيرة بني رشاب على هذه الخطوة، ونتمنى من شيخنا العزيز أنه يقدم لنا كلمة، قدم حضرتك وقدم الهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكر إدارة المتحف وإدارة اللي جسدوا التراث كله، التراث العراقي بكل ألوانه. ربي يحفظك. الأستاذ هاشم ستار، أنا الشيخ أبو رضا حسين عبد الفاتح شيخ عام عشيرة الباشا الركابية. أقدم هذا الإرث اللي إحنا نفتخر به أمام العشائر العربية الأصيلة، ونفتخر بمضارب عمامنا وأهلنا. هاي الوثائق أكو وثيقة أحب أنوه عنها أستاذ اللي هي هاي الاحتلال البريطاني لأن زلزلوا إحنا موقعنا الجغرافي بغرب الغراف. نعم. محافظة ذيقار. فهاي العشائر الحكومة البريطانية حل غضبها على مزعل الحميدي لأن زلزل المنطقة هناك ضد الإنجليز. فدخلوا بجوائز مغرية إلى عشيرة بني رشاب في حيث يشقون عن الشيخ مزعل حمادي الحميدي. أعطوهم قالوا شو تريدون بس عفوا لأن حل غضب الحكومة عليه، وإذا ما تخليتوا عنه راح يحل الغضب عليكم. وبني رشاب كان موقفها قوي وصامت وحاربت الاحتلال وزلزلوا حتى الكتاب العراقيين كلهم بالكتب جسدوها، قالوا زلزلوا هاي المنطقة ما هدأت من الديوانية إلى الناصرية لأن هم غرب المحافظة. إلا حين وجد مكان إلى مزعل الحمادي رغما على الحكومة مجلس الأعيان. فأنا أفتخر بعمامي وعشيرتي، واليوم الموجودين ظافر والحاج لهمود موجود الله يحفظه وإلى الصحة والسلامة إن شاء الله، موجود ندلة ظافر لهمود المزعلة الحميدة. زين وكلهم عمامنا. وانا افتخر بعشيرتي واشكر اداره المتحف واشكر الاساتذه. واحنا ايضا نشكر كافه عشائرنا العراقيه اللي اثبتت حضورها واثبتت موقع وسجلت اضاءه كبيره بالتاريخ خلال ثوره العشرين، وحاولوا انه ينطون رساله للعالم بانه الشعب العراقي شعب ثوري، شعب لا يقبل الظلم، شعب لا يقبل ان يمتطيه احد من خلال ثوره العشرين اللي نعتبرها عنوان اساسي. شكرا لكم، شكرا لعشيرتكم الكريمه، وشكرا للشيخ المرحوم على هذا الارث اللي ترك لنا اياه. شكرا جزيلا. اكو ملاحظه منهن، اكو وثيقه من عندهن تثبت انه شوفوا اعتزاز من صار وفاه المرجعيه في وقتها انذاك اللي الضجه هذه. الباقي المرجعيات دزوا عزاء المزعلة الحميدة لان كان على يد المرجعيه ويعزونه بوفاه المرجعيه. الله يبارك فيك. لان ناس اهل دين، وانا احترامي واعتزازي لكم ولكل العشائر العراقيه. شكرا وانا جزيلا. فخور بوجودكم. شكرا 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 جزيلا. شكرا.